لن يضحكوا عليك بشوية تلفزيونات ولا بشوية كلام فارغ ولا إصلاحات. شعوب ستقوم يا رجل. قد يعني في تقارير سويدية تقول دقيقة، تقارير سويدية تقول خلال 6 أشهر لن يبقى رئيس عربي واحد. خلال 6 أشهر. أنا أمام الجميع وأمام هذا الأهبل. لا 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 اسمع لي يا جاهل يا حقير. لا بس يا حقير يا جاهل. لا 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 لا. سيذكر التاريخ يوما الأستاذ فليمنغ روز رئيس تحرير الصحيفة الدنماركية التي نشرت تلك الرسوم. هذا ما قلته له عندما زارني في بيتي، وقلت للدنماركيين في الكلمة التي ألقيتها في مقر البرلمان الدنماركي: خيرا فعلتم، أعيدوا نشر تلك الرسوم كلما أتيحت لكم الفرصة. فالرجل الغربي الذي يقرأ قول محمد: جعل الله لي رزقي تحت حد سيفي، لا يمكن أن يتخيل عمامة محمد على شكل حمامة سلام وليس على شكل قنبلة. على المسلمين أن يتعلموا كيف يصغون إلى انتقادات الآخرين، علهم يعيدون النظر في التعاليم الإرهابية التي بين أيديهم، ومتى استطاعوا أن يفعلوا ذلك سيراهم العالم بطريقة أفضل، ثم سيرسمهم بطريقة أفضل. تأتي قيمة الحدث من ردة الفعل عليه وليس من الحدث نفسه. ردود فعل المسلمين التي اتسمت بالوحشية والهمجية والتخلف زادت من قيمة تلك الرسوم وأعطتها أهمية أكثر مما تستحق، ببساطة لأنها أثبتت صحة تلك الرسوم وأثبتت صحة الرسالة التي أرادت تلك الرسوم أن ترسلها. المسلم مخلوق ارتكاسي غير عاقل، سلبته تعاليمه عقله وحرضت عواطفه، ولذلك سقطت به إلى مستوى مخلوق دوني لا يستطيع أن يضبط نفسه ولا يستطيع أن يرد على الأحداث بطريقة عقلانية. كيف يسمح لهذه أن تدخل يعني قناة الجزيرة؟ أنا أعيب على الأخ فيصل القاسم اللي بعد ما قالت الكلام ده يقول لها أشكرك شكرا جزيلا. إيه رأيك يا أخ طلعت؟ أشكرها على إيه؟ على القباحة، على الجرأة العجيبة هذه، أشكرها على الجهل. أنا يعني أعيب على الجزيرة وعلى قناة الجزيرة وعلى إدارة الجزيرة وعلى مجلس إدارة الجزيرة أن يسمحوا لمثل هذه أن تأتي هذه القناة وأن يعني تقول هذا الكلام. ده بخرارة ده راجل بقه ملان زبالة. في ايه؟ ناقشوا في الجامعة دلوقتي الحجاب واصوله والنقاب. اشكرك. والولية تطلع خرملك عين واحدة كده. مين ده؟ القنطروس مثلا. في ايه؟ طيب اشكرك جزيل الشكر يا أخي. وصدام يا أخي مات وعيونه فتحة، ولذلك سيصبح هو الشخص الذي يزار، وستبقى ذكراه تقارعهم. سوف لن ينالون الا والله يقولون عليك ما يبولون على معاوية. تحترم نفسك. اسكت. يقول لي سيزار. لا تشتم احترم نفسك. رجاء لا ده يصير طائفي. طيب يا اخي لا يمكن يصير طائفي. سخيف. تفضل لا تسب معاوية. طائفي. عيب عليك. طائفي اكثر من اللازم. هو الان طائفي وانا ساصبح طائفي. طيب هذه الطائفيه يجب ان تلغيها. يا محرض يا عجمي، انتم افراد ابو لؤلؤه امثالك. اكتفيت. لماذا تسب معاويه؟ اكتفيت. شو علاقه معاويه بالقضيه؟ اكتفيت. أتستحي نفسك لتوزيع القشامه اللي قاعدين العجم مالتك؟ عيب عليك. يجب ان تناقش. انت فرصتك حتى تنتهي. لم اسب امام لم اسب من وقتك انت. طيب دعني اتكلم. انتوا تعطون فرص لعتاة الصهاينة بمخاطبة الجمهور العربي. انتوا في الجزيرة وهو مرفق اعلامي
خليجي تعطون الصهاينة دقائق معدودة لمخاطبة الجمهور الخليجي بكل حرية وبدون مقاطعة، وتناقشوا مصطلحات تحت شعار الرأي والرأي الآخر. أنا أعتقد هذا اختراق، حتى هذه الحرية المزعومة هو اختراق. الآن معنا من تل أبيب مردخاي كيدار من قسم الدراسات العربية في جامعة دار إيلام. أنا حقيقة لا أفهم هذا الكلام. هل على إسرائيل أن تبحث عن إذن من أين في العالم؟ هذه عاصمتنا منذ 3000 عام، وكنا هناك عندما كان آباؤكم يشربون الخمر ويعيدون البنات ويعبدون العزى واللات والمنات، فلماذا علينا أن نتكلم عن هذا الشيء؟ هذه هي مدينتنا من 3000 عام، القدس مدينتنا إلى أبد الأبدين. تريد أن تقول بأن كلامك هذا يعني بأن المفاوضات التي تتم بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتم بناء على الأمر الواقع الذي تتحدث به الآن يا سيد مردخاي كيدار؟ يا أخي أنا أدعوك للقدس لتشوف بأم عينك كيف القدس أصبحت مدينة زاهرة بعد أن كانت خاربة تحت أيدي العرب حتى 67. نحن بنينا هذه المدينة من جديد، وهي الآن مفتوحة للمسيحيين وللمسلمين ولليهود على حد سواء، كما لم تكن أبدا تحت سيطرة الإسلام، لأن الإسلام أقصى اليهود من القدس والمسيحيين. مردخاي كيدار قسم الدراسات العربية جامعة دار إيلام تل أبيب. building as many as 20 houses in a week, all with the help of money from Qatar. Sheikh Hamad strides onto the work site for a closer look, exchanging handshakes and congratulations. Well, I really hope that our gifts went to the right places and to see good results out of it. ومن قطر التي لها العلاقات المميزة مع إسرائيل بالرغم من الجزيرة وما تقوله الجزيرة وما تسوقه يوميا الجزيرة.
Inch'Allah, viva l'Algérie. Et c'est un message pour Sarkozy, ça aussi. Non, non, sans crier, sans crier, sans crier. أنا أسأل الشعب المصري موتوا موتوا يا غيارين موتوا موتوا يا المصريين. ماذا تقول للجمهور الجزائري؟ كل يومين. في حياتك. هذا الذي نعم. الآن أنت جئت من مكان بعيد إلى هذا المكان، هل تشعر أنه الموجود حاليا في مباراة كرة القدم، هل تشاهد مباراة كرة قدم حقيقية؟ إن شاء الله بإذن الله مصر هتكسب 3-0 بإذن الله. عبد العزيز بالخادم وزير الدولة الجزائري الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية استبعد حدوث أي انفراج في الأزمة الراهنة بين الجزائر ومصر، حيث أكد لن نرضى بأقل من السن بالسن والعين بالعين. هذه قناة معروفة مشهورة. أسأل الله أن يبيد أمرها. المهم أكثر من ذلك، هذه القناة لا زالت تزرع الغل، بل هي تقف مع الحوثيين حتى ضد اليمن، وتأتي بأخبار الحوثيين، وتأتي بمحدث عن الحوثيين إلى آخر هذه الأمور، هي لزراعة الشر. التحري قبل نشر الخبر هو أبسط أبجديات العمل الصحفي، أمر ضربته مرة أخرى قناة الرأي والرأي الآخر عرض الحائط، وهي تذيع خبرا عار من الصحة عن وفاة أشخاص في مدينة سيدي إفني، ولعل ذاكرة العرب والمغاربة معهم ما زالت تتذكر طرد الجزيرة من العراق متهمة بالتحريض على العنف إلى تنظيم القاعدة، قاعدة تتمتع القناة القطرية فيها بالسبق في بث خطابات زعمائها بدءا ببلاد مرورا بالظواهر وانتهاء بأبي مصعب عبد الودود في الجزائر، والبقية تأتي. ولعل من حق المشاهد العربي أن يتساءل لماذا والجزيرة وحدها دون غيرها من قنوات المعمور. وزيادة في التفصيل فإن هذه الجزيرة هي ذاتها التي كادت قبل شهور أن تشعلها أزمة دبلوماسية بين قطر وتونس وكثير من الدول العربية، هو غيض من فيض أخطاء الجزيرة التي تستأسد في العالم كله متبجحة بريادتها للإعلام العربي وبالعود إلى المغرب، فإن القناة لم تحد عن القاعدة. في المغرب ليس هناك إلا دور الصفيح والفقراء الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم، هو ذا المغرب الذي تريده الجزيرة ومن يقف وراءها، مغرب عندما يقف ليقول كفى من التضليل والتعتيم والافتراء،